السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. نخش في الكلام على طول وهنتكلم المرة دي عن الراجل ده أسطورة بمعنى الكلمة. نادي العرب القطري قرر يستغنى عن خدماته الصيف اللي فات وتم تهميشه بسبب سنه اللي وصل 35 سنة، وتعاقدوا مع يزن النعيمات بداله. لعب 5 مباريات فقط مع العرب القطري الموسم ده، واخر مباراة لعبها كانت في شهر اكتوبر اللي فات، وبعدها تم استبعاده نهائيا من قائمة الفريق. قرر ما يستسلمش وسافر طبعا وسافر لألمانيا، اتمرن في أكاديمية AI سبورتس علشان يحافظ على لياقته البدنية ويبقى في يناير جاهز للانتقال لنادي آخر. بيرجع الدوري السعودي وبيمضي مع نادي العروبة اللي ما جمعش غير 13 نقطة بس في 16 مباراة، وموجود في مناطق الهبوط. بيلعب مع العروبة 7 مباريات وبيساهم ب7 أهداف في 4 مباريات، سجل 5 وصنع 2 علشان يحقق العروبة 13 نقطة في 7 مباريات ويتقدم للمركز رقم 11. أصبح هداف نادي العروبة في الموسم الحالي في 7 مباريات فقط، وأكتر من ساهم بأهداف مع الفريق. سجل هدف عالمي النهاردة أمام النصر السعودي، وصنع هدف كمان، وبيجيب مكسب غالي جدا وغير متوقع للعروبة. حافظ على صدارته كهداف أجنبي تاريخي للدوري السعودي، وأصبح أول لاعب أجنبي في التاريخ يسجل 200 هدف مع الأندية السعودية. البطل عمر السومة هو فخر كرة القدم السورية. سلام.